بتحط اللزق على الجيبه وبتقعد على التليفون وبتقول لها تشرب ايه. بعد كده وهي واقفه بيجي واحد وبياخد التليفون منها والبنت بتصرخ والولد بيزعق له وبيحسب ان هو كان بيضايقها وبيخبي التليفون وبيقول له خبطت فيها غصب عني وبيخبي التليفون في كتاب وبيخرج. بعد كده البنت بتاخد الكتاب وبتطلع له وبيطلعوا حراميه مع بعض عشان يسرقوا التليفون. بس لما بتفتح الكتاب ما بتلاقيش التليفون موجود ولا انت بتهزري التليفون فين وبتقول انا شكلي اتلخبطت وجبت كتاب تاني. ولما بتروح تجيبه بتلاقي ست عجوزه خدت الكتاب اللي فيها التليفون والولد بيقول لها ان الكتاب معاها وبتقف معاها على الترابيزه وهي قاعده معاها. يجي الولد وبيقول لها تشربي ايه والبنت بتزق الترابيزه وبتقول لها انا اسفه. ولما بتنزل تجيب اللي وقع منها بتحاول تاخد الكتاب بس الست العجوزه بتحط ايديها عليه والولد بيزورها ياخد الكتاب منها وبترفع عليه السلاح وبتقول له انت عايز الكتاب ليه؟ انتوا اللي عايزين الكتاب ده وبيقول عشان محتاجينه وبتقول له هديك الكتاب بس اديني 200 دولار. الولد بيوافق وبيديها ال 200 دولار وبتقول لهم انا شفتكم انتوا بتسرقوا التليفون من حفيدي وهو قاعد وشفتك وانت بتحط التليفون جوه الكتاب. وبيدخل الولد وبيطلع ان ده شرطي وبيقبض عليه هو والبنت وحفيدها بيقول لها انت لازم تشتغلي معانا في المخابرات